ان احنا ما عندناش الا منافسه شريفه محترمه، ويا ريت المستشار جلال ابراهيم برضه يتفضل معانا كرمز للنادي، يتفضل. واي عضو يا جماعه من خارج القايمه بس لنا اسمه وهيطلع يتكلم معانا هنا يخاطب الجمعيه العضويه. احنا بنرحب بكل الناس، مسؤوليه كبيره جدا جدا وربنا يعين اللي هيشيلها. فاحنا بنرحب بالدكتور كمال ابراهيم، ونحيي اي حد يحط ايده في ايد زميله. طب انت قاطع اللي حواليك. نعدي بسفينه نادي الزمالك لبر الامان ان شاء الله. اتمنى زي ما احنا بنشوف الروح الطيبه دي من المرشحين لرئاسه حياة أمي الأحلام. في ناس طلعت إشاعة إن مرتضى منصور خلى كمال درويش ينزل، دكتور كمال، عشان يفتت الأصوات. عايز أقول له أنت أصلا ما عندكش أصوات. هتفتت إيه؟ ولما النهارده بدعوا الدكتور كمال عشان يجي يتكلم، على فكرة دي بالصدفة لأن أنا لمحته، ما كانش فيه ترتيب. عايز أثبت له إن ده نادي الزمالك اللي انتوا خربتوه وبقت مدينته 300 مليون، ولو عندكم لما ما تخشوش النادي مش ترشحوا نفسكم. 300 مليون مديونيه وانا سايب النادي ده في فايد 6 مليون. انتوا عندكم لما عاملين بس مش عايزين انتخابات بيفتت اصوات. اذا كنت انا 2005 كسبت الدكتور كمال ب 300 صوت تقريبا، يعني 150، يعني لو في 200 واحد هيكسبني. انا هسلط واحد كان رئيس نادي الزمالك 8 سنين وهو دلوقتي الرئيس اللي فوق يعني ماسك النادي ينزل عشان يفتت اصوات. بيفكرني بحدين صباحي بالظبط. هنسمع وخالد علي. بالظبط كده، خالد علي وحمدين. قال ايه انا مش عارف ينزل مين عشان يفتت مين؟ انت عندك حد اصلا؟ فانا قبل ما نكمل قائمتنا احنا كان فاضل لنا دكتور حازم ياسين وده قليل الكلام، وفاضل لنا مش هيتكلم ابوه موجود خلاص. وانت يا قصدت كلام بيطلع عشان يعني نخلص. احنا هنسمع الدكتور كمال الاول ثم المستشار جلال ثم نكمل بقيه الندوه. اتفضل.